9:15 صباحا. عناصر المنتخب الوطني دون 23 عاما لكرة القدم يصلون إلى مطار الرباط سلا للتوجه نحو مدينة قسنطينة الجزائرية من أجل المشاركة في منافسات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين. بعد القيام بكافة إجراءات السفر، توجه اللاعبون إلى قاعة الانتظار داخل المطار في انتظار الترخيص الرسمي والنهائي لرحلتهم نحو الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. مع الأسف الفريق الوطني والمجموعة نتاعو ما زال ينتظر هذا الترخيص الذي يعني تم التقدم بطلبه منذ وقت. والفريق الوطني كما قلت شيء مؤسف لهم أن مجموعة من اللاعبين اشتغلوا رياضيا لمدة سنوات حتى يكونوا أولا في الفريق الوطني، ومؤسف جدا أنهم استعدوا لهذه التظاهرة خلال أشهر واستعدوا لها على جميع الجوانب بإجراء المباريات الودية الضرورية. حرمان هؤلاء الشباب من المشاركة في تظاهرة رياضية شيء مؤسف جدا. طلب الترخيص الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية منذ عدة أيام كان قد نال موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعلى أساس قبول هذا الطلب قامت الجامعة بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة. كما واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية. كنا كل شيء مستعدين للعابة، وخصوصا من المجموعة صغيرة في السن، والدراري كانوا باغيين يبينوا المستوى ديالهم والإمكانيات ديالهم، ويعني للأسف الشديد كل شيء راه مأثر كثير لأن كانوا باغيين يمشيو يشاركوا في هذه البطولة. كنا كنترينو وكنبريبارو مزيان باش نشاركوا في هذا الشهر للمرة الثالثة، وبغينا نحافظوا على اللقب ديالنا. ساعة ما كتبش ما كتبش، وحنا مستعدين 100% باش نديو هذا اللقب عاوتاني. هذه مده حنا كنوجدوا باش نشاركوا في هذه الكومبيتيسيون، مي ما جاش الترخيص باش نقدروا نسافروا. كيف كيشوف الجامع حنايا جينا حتى المطار، الطياره موجوده، كلشي موجود باش نقدروا نمشيو. كلشي الدراري كاملين مقلقين، لا مدرب لا ستاف لا كلشي. كنا عازمين باش نمشيو ناخذوا اللقب الثالث ديالنا من الجزائر، نحافظوا على اللقب ديالنا، مي ما كتبش.